السلام عليكم متابعي صفحة وقناة فوتلاند. اليوم في فيديو جديد سوف نتطرق فيه على بنت نبذة الجزائر. في تاريخ الألعاب الأولمبية ستشارك الجزائر في الألعاب الأولمبية للمرة 15 في تاريخها، حيث شاركت أول مرة في التاريخ بأولمبياد طوكيو سنة 1964 برياضي واحد فقط في رياضة الجمباز، وهو محمد الزهاري رحمه الله. شاركت الجزائر في الألعاب الأولمبية في 3 نسخ على التوالي ما بين سنة 1964 حتى 1972، ثم قاطعت دورة 1976 بكندا بعد تضامنها مع 22 دولة إفريقية بسبب العنصرية التي جاءت من طرف المنتخب النيوزيلندي لراغبي. كانت أول ميدالية أولمبية في تاريخ الجزائر سنة 1984 بأولمبياد برشلونة بعد تتويج الملاكم محمد زاوي ببرونزية وزن 75 كيلوغرام، ثم توج بعدها في نفس النسخة الملاكم مصطفى موسى أيضا ببرونزية وزن 81 كيلوغرام. أول ميدالية ذهبية للجزائر في تاريخ الألعاب الأولمبية توجت بها حسيبة بول مرقة سنة 1992 ببرشلونة في سباق 1500 متر. أسوأ حصيلة في تاريخ الجزائر كانت سنة 2004 بعد المشاركة ب61 رياضي والخروج ب0 ميدالية. أفضل حصيلة في تاريخ الجزائر في الألعاب الأولمبية كانت عام 2000 بأولمبياد سيدني، بعد تحصل الجزائر على 5 ميداليات جاءت كالتالي: ذهبية، فضية، و3 برونزيات. أكثر مشاركة جزائرية في تاريخ الألعاب الأولمبية كانت سنة 2016، حيث شاركت الجزائر ب66 رياضي. الجزائر تشارك هذه المرة في أكثر عدد من الاختصاصات في دورة باريس 2024، حيث ستشارك في 15 رياضة. آخر ميدالية فازت بها الجزائر كانت من نصيب توفيق مخلوفي في سباق 1500 متر في أولمبياد ريو دي جانيرو سنة 2016. في الأخير نتمنى توفيق لرياضين الجزائر في الأولمبياد باريس. وشكرا على مشاهدتكم الفيديو حتى الأخير. لا تنسوا الاشتراك وزيارة صفحتنا على فيسبوك التي تغطي كل الأخبار الرياضية.